شنو هي احسن اغنيه باهي؟ شنو هي احسن اغنيه في الالبوم تشوفها عليه بالرغم اللي الالبوم الكل معناها مصلي على النبي؟ انت هكا اغنيه تحس روحك نص الليل. نص الليل. اي صحيح. عندي سؤال لك اللي انا، شنو كي اكثر تراك خدمته انت مع نفسك وكان نابع من قلب للقلب؟ نص الليل. ليه سوفينير. يا سوفينير قوي. صح. سوفينير عندي فيديو في التليفون كيفاش اول مره سمعت البيت وحدي في الدار. رد فعلك على عملت عليه فيديو، قعدت نغني عليه مش نورمال. تفايب عليه. عملت عليه ميلودي وقعدت نسمع فيها كل يوم من الفيديو هذيك اللي عملتها في الدار، نسمع فيها كل يوم. ومن بعد سمعها معايا واحد من صحابي قال لي لازمك تسجلها هذه. سجلتها وصورتها كليب ما جاش باهي، عندها اكثر من عام مسجلها عندي. صورتها كليب ما جاش باهي من في الشتاء عامنيور، ومن بعد صورتها كليب يمكن الكليب متعوب عليه ان شاء الله. جاوب. سؤال ثاني. قول لي سؤال. لحظه يا راني معنا يا اعطيني كرسي. شيلني شيلني امي تتفرج يا والله ورحبت بويا معنا. اسمع، شيلني من الكومنتات خليك معنا. يلا هاتيه يعطيك. السؤال الثاني، شنو التراك اللي كنت خاطرك تغنيه قدام مئات الالوفات من جمهورك، تحس انه هو حيعطيك يعني يعطي انرجي للجمهور، حاجه انت تحب تغنيها، اغنيتك انت ومعاك الجمهور يغني معك؟ ما حتى الهادي ما يغني. اغنية معناها اغنية شنو يعني؟ اغنية اكثر معناها اغنية نشوفها ولا نحب اغنية الناس تغنيها معاي الناس الكل. اغنية انت تحس انك انت لو صبيت قدام ستيج تمام، ونقول ان شاء الله الايام الجايه، نقول ان شاء الله الفتره الجايه حيكون هذا الحدث اللي احنا نحكوا عليه في ليبيا، انت لو غنيت هذا الشيء قدام هيك جمهور مئات الالوفات، شنو التراك انت اللي تحس انك انت بس مجرد ما من الالبوم؟ معلش نتصور فما اللي هبطوا قبل الالبوم، فما حتى حاجه من بدايتك لنهايتك، اعطيني من بدايتك لنهايتك اتراك انت بتقول هيك بتشغل المايك بالجمهور بيغني معك. نص الليل برافو. ديجا كنت غنيتها والناس كلها نص الليل. في نص الليل صح، برافو عليك. نسأل السؤال الثالث عادي. ايش رايك؟ تسأل انت رفيق، تفضل. تجاوب بيه. لا يعني حضر على طول. بيه سؤالك باين. ايوه السؤال الثالث. 13 قال لك اكثر اغنيه تعبتك؟ مازال باش يطلع. لا. اكثر اغنيه او اكثر عمل انت بالنسبه ليك تمام تشوف انه هو تتظلم، مش هذا حقه، ما جابش الارقام ولا ما عملش حاجات موف. تعرفها؟ نعرفها. موف ولا لي تايب ولا لي فلوات ونغني معك، ولا لي الفلوات نغني معك. موف عندي اغنيه اسمها موف. عرفت عجبت الناس الكل وعجبت الرابرات الكل بعثوا لي عليها. كل الناس قرعت. الرابرات الكل بعثوا لي عليها، قالوا لي هذه حاجه باهيه اول مره وعملتها مع الفرقه، مع فرقه كامله، فهمت؟ ومن بعد ما نجحتش كيما كنت متصورها باش تكون اغنيه كبيره على الاخر، فهمت؟ من بعد ما نجحتش كيما حبيت يعني. عارف انت اللي تقول فيه يثبت في نظريه ان الجمهور اساسا المستمع نحس فيه ما يعرفش يقيم، لانه لو يعرف يقيم كان حيختار له تراك هذا من ذا بيست. المجتمع مش هيك. المستمع كيفاش نفسرها لك؟ اغلبيه الناس تحب موسيقى فيها انرجي. ما يهمش الكلام والليركس. واكثريه الناس تحب موسيقى اكثر، خاطر هو الراب موسيقى تاع الشارع. الموف كانت اغنيه فيها برشا تحفيز وبرشا موتيفاسيون للشباب، ومعني كانت اغنيه نظيفه، فهمت يعني؟ بوزيتيف فايب. دونك انا نتصور اللي الناس تحب اكثر اغنيات ستريت اكثر، فهمت؟ تاع الشارع اكثر. بس ما الستريس اللي اكثر من الاغاني الواعيه، معناها اكثر من اغاني الشارع هذين. بس على ما اعتقد ان حيكون
سلبيات يعني على افكار الشباب، يعني اللي بيسمع واحده من الاثنين، يا اما بيتنكد يا اما بيعمل مشكله برا بالشارع. مش اغاني الشارع الكل فيهم اخرج واعمل مشاكل ولا مش الكل. فما اغاني الشارع تكون تحكي على الوضع، فما اغاني الشارع تكون فيها نقد للوضع، فما اغاني الشارع تكون فيها هذا كله هذا كله نحس فيه انه حيكون ساعات انا ما نعملش غنية على الشارع، مي نبدا مي نحكي على الناس اللي عندي معاهم مشاكل. هذاك هو في الشارع الناس الكل عندها مشاكل مع بعضها بنفس. فهمت عليك. يعني ما يحبوش التحفيز وانك انت توصل وتحقق حلمك وتدير وتعمل. مش ما يحبوش، يحبوا اما ما يلقاش اقبال كبير معناها عند زي عند الصغار الشباب. فهمت؟ فهمت تعرف عليك. الصغار شنو يحبوا الصغار